السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غنشارك معكم الحلوى الثالثة اللي هي الصابلي مع ماركاريو دي انخيل او مربى اليقطين على الشكل بريستيج كما كتشاهدوا معايا. المنظر ديالها كيجي راقي بزاف ومن داخل كتجي معلكه بهذاك مربى اليقطين. وبالنسبه للتزيين كما كتشاهدوا زينتها هيدا بداك الملمع كيعطيها واحد المنظر اللي هو راقي. كتشوفوا معايا انا من داخل يا سلام في العطه ديالها كتجي غزاله تبارك الله. نكوزو مقادير وطريقه التحضير. اول حاجه عندنا 250 غرام من الزبده النوعيه الجيده حيوانيه تكون على درجه حراره المطبخ. هنا عندي كاس كبير ديال المايزينا، 150 غرام سكر كلاصي، جوج ساشي ديال الفلان. من الاحسن يكون هذا النوع هذا اللي كيعطي واحد اللون وواحد المذاق اللي كيكون غزال. بيضه، قبيصه ديال الملح. كنعملوا هذيك قبيصه الملح، كنضيفوا هذاك جوج ساشي ديال الفلان كما كتشاهدوا معايا يعطي واحد اللون. سكر كلاصي، بيضه على درجه حراره المطبخ. كنخلطوا هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم. ضروري من هاد المرحله نخلطوا هاد المكونات في الاول قبل ما نعملوا الطحين، باش ملي كنعملوا الطحين كنجمعوه باطراف الاصابع باش الصابلي ديالنا يحافظ على الشكل ديالو وما كيجيناش مبوق. بعض الاخوات كيقول لك مبتدئات كيقول لك انا الصابلي كيتبوق لي او كيتجمع ما كيبقاش على الشكل اللي قطعته، حيت ملي كنعملوا الطحين كتبقى تخلطوه بزاف بيدكم كتعجنوه كما كتشاهدوا كيرجع هذا الشكل هذا بحال البوماد. كنخلطوا العناصر مزيان مع بعضياتها. عاد كنعملوا هنايا ديك كاس ديال النشا وكنضيفوا الدقيق شويه بشويه وحنا كنجمعوا بيدنا، ما كندلكوش العجينه ديالنا. فلهذا في الاول كنجمعوا العناصر كنخلطوهم مزيان حتى كيرجع بحال البوماد. عاد كنكبوا الطحين والنشا باش الصابلي ديالنا كيحافظ على الشكل ديالو وما كيجي ما مبوق ما حتى حاجه. بالنسبه للطحين انا هنا خدت لي 400 غرام. دائما كنضيفوا طحين شويه بشويه وحنا كنجمعوا باطراف الاصابع حتى كنحافظوا على واحد العجينه اللي تكون لينه، ما تكونش قاصحه وما تكونش رطبه، على هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا معايا. واخا توزن 400 غرام ما تضيفهاش بدفعه واحده، شويه بشويه. انا كنهضر بالنسبه للمبتدئات اللي ما كيخرجوش الصابلي. هنايا لويتو في بلاستيك وغنعملو في الثلاجه حتى يعقد شي شويه. قسمته على جوج بعد ما قصح لي واحد شويه في الثلاجه. وعادي نطلقوه في الزبده في الورق الزبده، ورق من تحت ومن فوق اللي كيسهل علينا الصابلي ديالنا. بالنسبه هنايا اللاطه اللي غنعمل فيها او الصفيحه اللي غنطيب فيها في الفرن، ما عملتلاش هذيك الشبكه على ملعي ورق الزبده حيت هاد الحلوه ما بغيتهاش تجي يعني لا مزوقه لا حتى حاجه، حيت غنغمسها في الشوكولات. يعني ما حتاش نعملها في هذاك الشبكه اللي كيخلي الصابلي ديالنا كيجي المنظر ديالو مشبك. كنقطع هنايا، ما عملتها لا في مجمد حتى شي حاجه، قطعت مباشره. كتشوفوا السمك ديالها خليتها غليظه شي شويه باش الحلوه ديالنا تجي عاليه. كنعملوا الحلوه ديالنا في اللاطه مباشره بعد ما سخنت الفرن على 180 درجه العافيه من فوق ومن تحت. كتشوفوا السمك ديالها كتجي غليظه شي شويه باش الحلوه تجينا عاليه. كنقطعوا على الشكل اللي بغيتو نتوما. انا هنايا فضلت نعملها مدوره، كيبقى الشكل اختيار على النظره ديال كل واحد. وهنا بعد ما كنقطعوا الصابلي ديالنا هذاك الزوائد اللي كيبقاو ضروري من هذه المرحله كما كتشهدوا كنلصق هذه فوق هذه، ما نجمعوش العجين مع بعضياته باش الحلوه ديالنا ما تجيش خايبه في الشكل ديالها. جمعتها وشكلتها فوق بعضياتها، يعني ما جمعتهاش كورتها، جمعتها هذه فوق هذه كما شفتوا في الفيديو واضح باش الحلوه ديالكم ما كتبوقش. الصابلي ما كيتبوقش وكيبقى محافظ على الشكل ديالو. الصابلي لما خرجلكش راه في الطريقه ديال العجين ديال الصابلي كتدلكوها بزاف بحال اللي كدلكوش عجينه على شي ما كيخرجش. هنايا الصابلي ديالنا بعد ما طاب كما كتشهدوا اللون ديالو كيكون ذهبي على هذا الشكل هذا. كتشوفوا معايا كيف هو مقاد. وعملت مربى اليقطين في واحد الجيب الحلواني اللي كيسهل عليا الخدمه وكتجي الخدمه متقونه. كنعمر واحد الكميه اللي هي لا باس بها غليظه كما كتشهدوا باش الصابلي ديالنا يعني الحلوه ديالنا كتجي عاليه ومعمره من داخل. ملي كتعط الحلوه كتجبرها معمره من داخل. كتشوفوا معايا الطريقه جد مبسطه، المنظر ديالها الراقي والمذاق ديالها يا سلام. كلشي حماق لهاد الحلوه الصراحه، كيجي واحد المذاق فيها اللي هو رائع بزاف. وطبعا التزيين كيبقى حسب الاختيار وحسب الرغبه ديال كل واحد. بعد ما عمرتهم كاملين حتى عمرت الحلوه ديالي كامله كما كتشهدوا معايا هنايا، عاد غادي ندوز نفندا في الشوكولا.
هنا شبرت شوكولات بيض ذوبته، وباش الحلوه ديالنا ما خصناش تهز الشوكولات بزاف كنبقى نحيدو الزوائد نغمسوها في الشوكولات. خصنا تغمس في الشوكولات مزيان قبل ما يبز داك الشوكولات. كنعملو نفس كركعه فوق منها حتى غنسالي الحلوه ديالي كامله وغنخليها حتى تجمد من الشوكولا مزيان تيبرد مزيان. وغادي ندهنها بملمع ديال بيرلا او بيض. عاد غادي نزوق ديك الكركعه بالذهبي. انا هاد اللقطه هذه الصراحه ما تصورت ليش، كنعتذر عليها. يعني ملي بست داك الحلوه عملت الملمع بيرلا البيض، عاد بنترت هذيك الكركعه في الذهبي. وبالنسبه لهذا الطون هذا جوني بزاف التعليقات الاخوات الجزائريات، تحيه كبيره لهم هما. انا الصراحه كتعجبني حلوه جزائريه عمري ما قيستها الصراحه نقول عمري ما قيستها، ولكن منظر عندي الاخوات متبعيني ومتبعاهم جزائريين عندهم الحلوه رائعه بزاف، ولكن عمري ما قيستها، ولكن المنظر ديالها عاطي. هذا بالنسبه لهذا الطون راه شاريه من عند الجزائريه، صحتي جزائريه شريته من عند الجزائريه. وبالنسبه للبواطات فعلا شفتهم عند الجزائري، واحد في التيك توك عنده محل في بلجيكا كيبيع البواطات الحلويات كيبيع الدريجات. بغيت نتصل به في التيك توك والانستغرام ما جاوبنيش. انا شريته من امازون وزينته على هذا الشكل هذا. وانا زينت عملت هذاك الباسي في الذهبي وعملت لاصو في الذهبي حيت فكره عجبتني. علاش ما كتقبلوش هذا الشيء هذا؟ انا فعلا فكره عجبتني مع الجزائريين، تحيه كبيره لهم. وعملتها بالنسبه للحفله اللي كانت عندي وعجبتني المنظر ديالها حيت الحلوه من داخل كتظهر الصراحه كيجي منظر رائع بزاف. ولكن الحلوه راه ماشي جزائريه، مغربيه وديالي، وبزاف د الشكلات اللي هما اخترعتهم من راسي. بالنسبه للطرون ديال اكاجو، بالنسبه للباطو ديال الشوكولا الغناش، بالنسبه للحلوه اللي عدت ما يعني اخترعتها من راسي، ما عرفاش حتى اسم ديالها اللي عندي. نخليكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. ما عمرها مدخل باللوز ومفندم عندي على برا من الشوكولا. كتقول لك الكفته اللي قد لك كفته اللي قد لك الطاجين. واختي دخلنا في شي كفته ودخلنا في شي طواجن. علاش ما كتقبلوش الحاجه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. والله يهدي ما خلق. تلاقاو في فيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله. دمتم في رعايه الله.